السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عائشة مفيد من ألمانيا، عضوة في منظمة المرأة الاستقلالية وفي حزب الاستقلال الجهة 13 في إطار الديناميكية لتشكيل مكتب الجالية والمؤسسة المحمدية. كان لنا لقاء لنعطي اقتراحات في هذا الميدان، وقد قدمت اقتراحاتي كتابيا لجهة 13، وسأقتصر في هذا الفيديو فقط على المرافق التي تهم الميدان الذي أشتغل فيه بألمانيا كمرشدة اجتماعية ونفسانية ومقاولاتية، وكمؤطرة في مكتب الشغل الألماني. الاقتراح الأول يعتمد على برامج الإرشاد للمغتربين، دعم المهاجرين خاصة الشباب في تطويرهم المهني والشخصي، إنشاء شبكة من المهنيين ذوي الخبرة في بلد المهجر ليعملوا كمرشدين، ورش عمل لتطوير المهارات الشخصية، التخطيط المهني وبناء الجسور الثقافية، اجتماعات منتظمة بين المرشدين والمستفيدين مع متابعة التقدم من خلال التغذية الراجعة، البدء بمجموعة تجريبية لتقييم نجاح البرنامج، إجراء استطلاعات رأي وتقارير حول التطور المهني أو الشخصي للمشاركين، حضانات الأعمال الاجتماعية للاستثمار من المغتربين، تشجيع المشاريع التي تعالج التحديات الاجتماعية في بلد الأم، التعاون مع منظمات غير حكومية محلية ومؤسسات لتوفير البنية التحتية، تطوير خطط عمل تركز على التأثير الاجتماعي، متابعة أهداف الأعمال والمؤشرات الاجتماعية مثل خلق الوظائف أو التأثير البيني، تقديم دورات تدريبية حول إدارة الأعمال ودعم إطلاق المشاريع الاجتماعية، قياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية من خلال المقابلات والتقارير، برامج تبادل نقل المعرفة، تعزيز نقل المعرفة بين خبراء بلد المهجر والمهنيين في البلد الأم، التعاون مع شركات وجامعات في بلد المهجر، تطوير مشاريع تتناول مجالات مثل الصحة، التكنولوجيا والتعليم، وضع أهداف واضحة لنقل المعرفة مثل إدخال تقنيات جديدة، تنظيم مهام قصيرة للأجل لخبراء في البلد الأصلي أو عبر الإنترنت، توثيق النتائج مثل اكتساب مهارات أو تحسين العمليات. رابعاً، مشاريع تمكين المرأة. بما أني أنتمي إلى منظمة المرأة الاستقلالية فهذا واجب، دعم النساء في بلد المهجر وبلد الأم، إنشاء شبكات نسائية للتواصل والدعم المتبادل، تقديم تدريبات على ريادة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات أو الحرف اليدوية، وأركز على الحرف اليدوية لأنها أداة تنقل الثقافة والأصالة المغربية إلى بلد المهجر، والاستمرارية لكي لا تنقرض هذه الحرف، آليات للحصول على تغذية راجعة حول التحديات والنجاحات، تنظيم منصات تعاون مع مدربات ذوات خبرة، تتبع التطورات المهنية لمشاركات عبر قصص النجاح. وخامساً، برامج تبادل لطلاب الثانوية العامة، بناء جسر بين الأنظمة التعليمية والثقافات في بلد المهجر وبلد الإقامة، تنظيم أكاديمية صيفية لمدة أسبوع أو أسبوعين في بلد المهجر، حيث يشارك الطلاب في ورش عمل ومحاضرات وأنشطة ثقافية، يمكن أن تشمل مواضيع التكنولوجيا،
البيئة، العلوم الاجتماعية أو ريادة الأعمال. منح دراسية للدراسة في بلد الأم، توفير منح مالية للطلاب من المهجر لدراسة لفصل دراسي أو لإكمال دراسة في بلدهم الأصلي، ومنح منح للأبحاث العلمية، دعم مشاريع بحثية تركز على مواضيع تتعلق بتنمية بلد الأم. وأخيراً ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العلمي والتنمية الاقتصادية، دعم الطلاب لتأسيس شركات ناشئة تربط بين البلدين مثل التكنولوجيا أو الثقافة، تنظيم مسابقات تقدم فيها الفرق حلولاً مبتكرة لتحديات حالية يواجهها كلا البلدين. خطة تطويرية وتدريب عملي، إتاحة فرص للتدريب العملي أو الخدمة التطوعية مع شركات محلية، منظمات غير حكومية أو مؤسسات عامة في بلد المهجر. هذه اقتراحات تهم المجال الذي أشتغل فيه بألمانيا، وكما قلت فجميع الاقتراحات التي اشتغلت عليها قدمتها كتابيا لمجموعة الطاش، وأتمنى أن تكون عائدة بالفائدة، وشكرا لكم ومع السلامة.